بقينا في مجتمع بنقيم بعض بنملك ايه، راكب عربية موديل ايه، قاعد في كومباوند ايه، زايد ولا التجمع، بنتك في مدرسة ايه، ناشونال ولا انترناشونال، جبت الايفون الحديث ولا لسه، بتخرجي في اماكن شكلها عامل ازاي، لابسة براندات عاملة ازاي. وبقينا بننقل الطاقة السلبية دي لولادنا. بنتي جايالي من كام يوم بتقولي مامي انا عايزة ايفون 17. قلت لها عاوزة ليه؟ قالت لي عشان ايفون يا مامي. ايوه يعني ايه ايفون يا مامي؟ ما فهمتش. استفزني قوي 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 الاجابه قبل الطلب. الطلب مشروع، بس لازم يكون عندها اجابه ممكن تقنعني. السؤال هنا، انا بلاقي في مجتمعنا وناس يعني عاديه بيجيبوا لاولادهم فعلا الايفون، فبقينا في المدارس ولادنا باصين لبعض زي ما احنا باصين لبعض، بنقارن نفسنا ببعض. ممكن اضغط نفسي واخد قرض ويعني يطلع عيني كام سنة قدام زنقة بيتي وزنقة نفسي عشان أركب أحدث عربية، عشان الكوميونتي اللي حواليا ما تقولش إن أنا راكبة عربية أقل منهم. لازم أروح أدور على الكومباوند الفلاني عشان أقعد فيه، مع إن إمكانياتي ما تسمحش، بس أنا هضغط جوزي وهضغط نفسي عشان أقعد في المكان ده. جه الوقت اللي نقول لا يا جماعة، لا، انت مش محتاج تعرفني عشان انا ساكنه فين او عشان انا راكبه عربيه نوعها ايه. انت محتاج تعرفني عشاني انا. انت محتاجه تصاحبي بنتي عشان هي، مش عشان هي في مدرسه ايه ولا اهلها ساكنين فين. الموضوع بقى فج قوي وبقى مرهق قوي وبقى متعب جدا 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 للولاد قبلكم انتوا شخصيا. بالراحه على نفسكم وبالراحه على اولادكم، وربوا ولادكم على الرضا وان هم يفرحوا باللي عندهم عشان ما يكبروش يحسوا ان مهما كان عندهم هم ما عندهمش.